مساء الخير على كل متابعينا متابعين قناة راديو كورة على اليوتيوب. النهاردة معانا مجموعة من الأخبار الرياضية. خلينا نبدأ بالعناوين الرئيسية لكن بعد الفاصل. خبر عاجل: مارتن يول يقرر التقدم بالاستقالة عقب أحداث الشغب من الجماهير في مباراة زد. نشر مصدر في النادي الأهلي أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الهولندي مارتن يول يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء. وتعادل الأهلي مع زيسكو الزامبي بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جرت الجمعة على ملعب السويس ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ليقلص من آمال الصعود إلى الدور القبل النهائي في البطولة الأعرق بالقارة السمراء. وقال مصدر مقرب من النادي الأهلي أن المدير الفني يدرس الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب الظروف المحيطة والتي لا تساعده على العمل. وشدد المصدر على أن ما حدث بعد المباراة ساهم بنسبة كبيرة في تفكير المدرب في الرحيل. كما أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيرحل عن الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة. وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تأكيد رحيل الهولندي مارتن يول عن النادي الأهلي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، إما عقب مباراة أسك في بطولة أفريقيا أو قبلها. وتابع: لم يستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على اسم أو جنسية المدير الفني الجديد للفريق. وأضاف: التغيير القادم في النادي الأهلي سيكون شامل إداري وفني وقطاع ناشئين. تابعونا بعد الفاصل علشان نشوف سكرين شوت من حساب كابتن أحمد شوبير على موقع تويتر.